الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات، مرحبا. راح أحاول في هذا الفيديو ابتعد شوي عن الجو السياسي والكلام السياسي، واقترب من الثقافة والأدب، وبين يدي كتاب لصديق الطفولة وصديق العزيز فايز مشعل التمو. هذا الكتاب صدر عن دار أوراق في القاهرة سنة 2016. صدر في 73 صفحة من القطع المتوسط. عنوان الكتاب ديمقراطية أبي. أثناء القراءة يعني أنا بالعادة، وأعتقد أنه هذا لدى كثيرين، يعني يأخذون الكتاب ككتلة واحدة، يعني الغلاف، العنوان، المتون أو المتن المنشور في الكتاب، كل هذه التقديم، كل هذه التفاصيل مهمة، وكل تفصيل من هذه التفاصيل له دلالة. هذه الدلالات في مجملها يعني تشكل القراءة العامة أو المتكاملة لأي كتاب، خاصة إذا كان هذا الكتاب ينتمي إلى الكتابات الأدبية والإبداعية. ديمقراطية أبي عنوان شوي واضح ومباشر لجهة، يعني من مفردتين. المفردة الأولى منسوبة للثانية، ديمقراطية أبي، ولكن مش معروف هل هذه الديمقراطية كاملة، جميلة، حقيقية، أم هي ديمقراطية منتقصة، أم هي ديمقراطية مناقضة لذاتها أو للمعنى. هذا عنوان يعني نوعا ما مش واضح، وحتى يعني عدم الوضوح أنه غير وارد في النصوص أي نص بهذا العنوان، عنوان ديمقراطية أبي. هو عنوان يعني شافه فايز مناسب ليكون العتبة الأولى والرئيسة للنصوص الواردة في هذا الكتاب. طبعا التجنيس الأدبي مش موجود، لا نصوص، لا قصص قصيرة، لا قصة، لا نصوص نثرية. يعني التوصيف والتجنيس الأدبي مش موجود، وسأتي على ذكر ذلك لاحقا. عموما الغلاف، إذا أنتم ملاحظين في أسفل الغلاف في ظلين عاتمين، ظل أكبر من الثاني، ويوحي أنه أحد الظلين يعني صغير والثاني كبير، أب وابنه أو أم وابنها. مش واضح هيك لأنه معتم، ويبدو لي أنه ظهر الظلين لنا ووجههما إلى كمية الأنقاض والخراب الموجود في اللوحة. أنقاض وبيوت مهدمة وخراب وردم موجود في صورة الغلاف. في الغلاف الخلفي أيضا هنالك أنقاض وخراب وبصيص أو مسقط ضوئي من أعلى اللوحة ينزل إلى الأسفل وينير مساحة الخراب الموجودة في المكان. هذا هو الغلاف اللي محطوط عليه العنوان ديمقراطية أبي، والديمقراطية مكتوبة باللون الأحمر ومهللة بالظل الأبيض. إجمالا يعني من الغلاف واضح أنه يعني في بعد مأساوي، في بعد كارثي للعنوان ديمقراطية أبي. اللون الأحمر، الخراب الموجود، الظل، الألوان الرمادية والداكنة، مساحة الحزن والبؤس والحداد الموجودة، لا تخفف منها كلمة ديمقراطية
أبي. على العكس هنالك النوع يعني ما يوحي بأنه الجانب المحزن والحدادي لهذه الديمقراطية. ومعروف يعني للأصدقاء الكرد والعرب أنه مشعل التمو فقط حياته استشهد نتيجة دفاعه عن الديمقراطية وعن الحرية. وفايز أهدى هذا الكتاب لوالده ضمن الإهداء مذكور هنا إلى أبي. فايز الفقرات الموجودة فيها هي عبارة عن 91 فقرة، منها ما هو مرقم ومنها ما هو معنون. لكل فقرة إما عنوان أو ترقيم معين. هذه الفقرات موزعة على 3 محاور أو 3 فصول. الفصل الأول في حضرة أبي، هذا الفصل في حضرة أبي يضم 10 فقرات. والفصل الثاني في حضرة الوطن ويضم 70 فقرة. والفصل الأخير والثالث أو المحور الثالث هو معاناة اختفى منها السرد وتضم 11 فقرة. هذه الفقرات 91 موزعة على صفحات هذا الكتاب. أيضا فايز اختار مقولة لرسول حمزاتوف. هذه المقولة يعني وكأنه فايز يريد عدم أو لا يكترث بعنونة أو تصنيف أو تجنيس نتاجه أو كتاباته، وترك ذلك للقراء والنقاد كيف يرون، كيف يجنسون أو يصنفون هذا المنتوج أو هذه الكتابات أو هذه النصوص. هاي المقولة لرسول حمزاتوف تقول: أنا لا أصر على إعطاء هوية لما أكتب، عمدوا بالاسم الذي تختارونه ما سوف يخطه قلمي. لست أكتب لكي أوافق واحدا من القوانين التي وضعتموها، ولكني كتبت ما كتبت لألبي نداء قلبي. وإلى آخر الافتتاحي أو المقولة اللي اتخذها فايز افتتاحية لكتابه. طبعا قدم لي الكتاب الأستاذ الروائي والشاعر إبراهيم اليوسف. المقدمة شوي طويلة، وإبراهيم اليوسف صنف هذه النصوص على أنها قصة قصيرة جدا، يعني تلبية لنداء أو لمقولة رسول حمزاتوف أنه أنتم أيها القراء أيها الكتاب والنقاد شوفوا اللي بيناسبكم واختاروا ما يناسبكم من التسميات، لكن أنا كتبت ما كتبت تلبية لنداء قلبي. هو يصنف هذه النصوص على أنها قصص قصيرة جدا. نعم، تتوفر في بعض النصوص أو في أغلبها معايير وصفات وخصال القصة القصيرة جدا، لكن ليس كل النصوص، مش كل النصوص. يعني حسب قراءتي يعني للكتاب لا أرى أنه كل ما هو 91 فقرة الموجودة في هذا الكتاب كلها قصة قصيرة جدا، لا. بدليل يعني سأحاول أن أقرأ مثلا هون خاصة في القسم الأخير من الكتاب، يعني عبارة عن سطر أو نصف سطر. يعني مثلا يعني تكبير: أكثر من 200 ألف شهيد ومليون لاجئ وآلاف المعتقلين والمفقودين. نقطة، انتهى. هل يمكن أن نصنف هذا على أنه قصة قصيرة؟ عمالة: قبل الثورة لإسرائيل وبعدها لقطر وتركيا. انفصال: تهمة الكردي وقلق العربي. هي عبارة عن فقرات
منشورة في القسم الأخير من الكتاب. تهمة أردوغانية، شهيد بإذن الله، اصطياد، وكل يعني هل الفقرات يعني حتى مش بس هي الفقرات، فقرات في الفصول الأخرى هي أقرب إلى التغريدات أو البوستات القصيرة التي تنطوي على يعني وجهة نظر أو موقف حيال حدث معين، ما لها علاقة بمعايير القصة القصيرة جدا يعني. وهي أقرب إلى مثل ما ذكرت إلى التغريد. لكن اللغة هي اللغة فيها لغة أدبية، نعم. كل هذه النصوص الموجودة في هذا الكتاب بما يتوفر فيها معايير القصة القصيرة جدا والتي لا يتوفر فيها، هل تنم عن وجود موهبة لدى فايز مشعل التمو؟ بكل تأكيد تنم عن موهبة، ويعني أنا آمل أنه الموهبة هي تستمر وتتجه إلى أشكال أخرى من الكتابة الإبداعية. سأختار لكم مثلا هون بعض اللي يتوفر فيها معايير القصة القصيرة جدا يعني، وبعض النصوص اللافتة. هون في القسم الأول في حضرة أبي هنالك أقصوصة، هي أقصوصة بعنوان وراثة: بعد استشهاد والدي ورثت عنه كل شيء تقريبا، مكتبته، حقيبة يده، حاسوبه الشخصي، قلمه، أوراقه البيضاء، فنجان قهوته، وأيضا نفس رسائل التحديد التي كانت تصله. هي يعني أنا في تقديري هي قصة قصيرة جدا. على الغلاف الخلفي هنالك أيضا قصة قصيرة جدا، أو ما أعتبره قصة قصيرة، وأتقاطع مع الأستاذ إبراهيم يوسف في هذه المسألة. طبعا هي عبارة عن الأقصوصة الأولى التي افتتح بها فايز كتابه، هي نفسها الأخيرة الموجودة في حركة دائرية، يعني من حيث ابتدأ انتهى يعني هذا الكتاب. هذه الأقصوصة تقول: استشهد والدي برصاص مسلحين مجهولين في المستشفى، وقبل أن أغلق عيون أبي رأيت فيهما صورة القاتل وبندقيته، وسمعت صوت والدي يهمس في أذني: لا تصالح. هذه أيضا أعتبرها أقصوصة، وهي أيضا يختتم مثل ما ابتدأ بها الكاتب كتابه، يختتم بها نفس الكتاب. هنالك يعني قصص أو أقاصيص جميلة جدا يعني في هذا الكتاب، تنم عن يعني جذالة في استخدام اللغة والتكثيف في استخدام اقتصاد في الحكي في الكلام. طبعا كأي تجربة أولى هنالك بعض الهفوات والأخطاء التي كان يفترض أن ينتبه إليها يعني أستاذ إبراهيم بحكم تجربته ويعني خبرته في الكتابة الأدبية والإبداعية، وينصح الكاتب أنه أن يتلافاها في هذا في نصوصه قبل أن يصدر قبل أن تصدر هذه النصوص في كتاب. هي أخطاء تقنية يقع فيها عتاة الكتاب يعني، وعادي إذا الكاتب في مطلع تجربته الإبداعية أن يسقط أحيانا في بعض هذه الأخطاء. مثلا لنأخذ مثال يعني الأقصوصة الأولى: استشهد والدي برصاص مسلحين مجهولين في المستشفى، وقبل أن أغلق عيون أبي.
هي يعني عيني أبي. يعني الإنسان عنده يعني عينتين، مش مجموعة عيون. يعني آه، قبل أن أغلق عيني أبي رأيت فيهما. شو كلمة يعني الجار والمجرور، يعني فيهما يشير إلى أنه في اثنين، فإذا ينبغي العيون تكون عينين. يعني رأيت فيهما سورة القاتل وبندقيته، وسمعت صوت والدي. طبعا بإمكان صوت والدي يحمس في أذني. يعني يحمس، الهمس يفي الغرض. يعني يحمس في أذني، يعني في أذني بحسها هيك زيادة. يعني كان ممكن فوق هذا الاقتصاد الموجود في الأقصوصة أن يقتصد أكثر. يعني الكاتب سمعت صوت والدي يهمس، لا تصالح. يعني هيك بشوف أنسب. مثلا في كمان هون في الصفحة 54 قاص من ذلك الزمان. هي الهفوة كمان يسقط فيها كثير من الكتاب، لا ينتبهون لها. يعني وهي الإكثار من استخدام الفعل الماضي الناقص كان. ويعني القصة مبنية دائما، القصة منطق القصة أنه أو غالبا منطق القصة أنه تحدث عن الماضي. يعني شيء حدث وصار وأنت تتحدث عن هذا ما جرى في الماضي، سواء حقيقة أو تخيلا. يعني كان يكتب الكثير من القصص، ولكنه لم يكن ينشر أي منها. مثلا كتب الكثير من القصص ولم ينشر أي منها. مثلا في مجال للاختصارات، طالما هنالك في مجال أنه اللغة العربية تمنحك الفرصة لأن تختزل العبارات. مثلا من بدل تقول كان يكتب، تكتب كتب. يعني في مجال. كان يخشى من الحكومة والرقابة، خشية من الحكومة، خشية من الحكومة أو خشى من الحكومة. يعني في مجال لأنه أن يتفادى الكاتب استخدام الفعل الماضي الناقص كان بكثرة وبغزارة. ويعني في إمكانه الاستعاضة، واللغة العربية تمنحه يعني الأدوات لكي يقلل قدر الاستطاعة يعني استخدام الفعل الماضي الناقص كان وكنت وهي القصص. هاي الأمور التقنية موجودة، وهي يعني لا تقلل من أهمية الكتاب. والكل يعني يقع في هذه الهفوات التقنية أثناء الكتابة الإبداعية، وحتى أثناء الكتابة السياسية وفي مقالات الرأي. فايز مشعل التمو في كتابه ديمقراطية أبي يعني قدم لي على الصعيد الشخصي فايز الكاتب أو القاص. وهذا ما يعني يسعدني أنه من أصدقاء الطفولة أجد أشخاص يشاركونني اهتماماتي ومجالي في الكتابة الأدبية. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر الصديق فايز على الإهداء الذي كتبه لي أثناء إرساله للكتاب. أتمنى يعني وأنا أنتظر جديد فايز التمو إبداعيا وأدبيا، وأنه هذه الخطوة يليها خطوات أخرى نحو المزيد من النتاجات الإبداعية. شكرا كثير، وألقاكم على خير.